اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ دلوقتي وجينا لتدريب جديد من تدريباتنا على التعامل مع اليوتيوب، واحنا النهارده في اليوم الثالث. في اليوم الثالث هنعرف فيه جزئين مهمين جدا. الجزء الاولاني هو جزء الشورت، ازاي بتعامل مع الفيديوهات الشورت. وفيديوهات الشورت في عندي فيديوهات زي ما قلنا متحمله مسبقا، موجوده اوريدي على يوتيوب ستوديو. لو دخلت كده ودخلت على كونتنت، ده هنا هنغير القناة بتاعتنا، هنروح على المحتوى، وهنا هتلاقي عندك الفيديوهات الشورتس، وهتختار محتوى العرض. هنا هتقول له خاص، هتلاقي عندك فيديوهات شورتس كتير، وهنا التعامل بيكون معاها بشكل مختلف عن الطريقة اللي احنا هنتعامل بيها دلوقتي. فتعالوا بقى نعرف ازاي بنرفع الفيديوهات الشورت، وازاي بنعمل لها كفر من على اليوتيوب مباشرة. وهتكون ان شاء الله فيديو مهم جدا، مجموعة من رواد الأعمال فيلا الدنماركيين. معانا واحدة واحدة كده بالطريقة اللي احنا هنتعامل بيها. مبدئيا كل الفيديوهات زي ما انت هتكون شايف هتلاقيها متكررة عندي مرتين. الفيديو ده هو الفيديو ده، والفيديو ده هو برضو نفسه الفيديو ده، والفيديو ده موجود. طب ليه؟ لان انا بعد ما بحمل الفيديوهات، بعد ما بعملها، بعمل لها ضغط في المساحة عشان اوفر على نفسي في موضوع الرفع. فهبتدي معاكم كده بالفيديو الاولاني، وهو من الفيديوهات الخاصة أهلا وسهلا بالولاعة. بيكم فيديو جديد مع منجز، لسه اسمع مكملين مع بقى كده اليوم الذهبي، عشان ويلا تعرف نشوف بقى إيه برضو اللي أنا معلومات عن الفيديو. انا عارف طبعا معلومات عن البس. الفيديو، فبالتالي مش محتاج ان انا اسمع، هتلاقي انت هنا محتاج ان كده انت ده تسمع قبل ما مكان تقول له الملء قدام. صمام الملء في كمان نقطة مهمة، دايما هتلاقي في أهلا اخر وسهلا بيكم الفيديو فيديو في زي أهلا وسهلا بيكم كفر فيديو جديد للبرنامج اللي عمل المونتاج. لو انت أهلا عايز وسهلا بيكم تشيل فيديو جديد الكفر ده، بتقدر ان انت تقصه بالشكل ده كده، أهلا وسهلا وهتتأكد ان الكفر كده ايه، اتشال بس. اهو. سلام. أهلا وسهلا بيكم فيديو الكفر جديد لسه فاضل فيه جزء صغير كده ما اتشالش أهلا وسهلا بيكم فيديو جديد اهو. فانا حريص ان انا بعرفك كل حاجه، ممكن تبقى يعني بتعب شويه ان انت بتعرف كل حاجه وكل التفاصيل. سلام. أهلا وسهلا بيكم فيديو الكفر لسه جديد مع ظاهر عندي جزء منه، ممكن أهلا ادخل في وسهلا بيكم. الصوره نفسها. سبسكرايب على صباعك هنا واشترك في القناة واشوفكم في فيديو جديد. ده السلام. أهلا كده وسهلا بيكم تمام. فيديو جديد مع التالي، بعد ما نضغط التالي هتعمله عمليه معالجه. لازم تستنى وتسيب الشاشه مفتوحه، ما ينفعش تروح تعمل حاجه تانية وترجع له، لان هيوقف عمليه المعالجه. ده اول نموذج معانا كده، وهنعرف ازاي بنكمل فيه الشغل بتاعنا، وازاي بنصمم البروفايل، الصوره اسف، بتاعت الثامنيل بتاعت الفيديو من خلال اليوتيوب نفسه. بعد ما انتهى من المعالجة نقلك أهلا إلى وسهلا بيكم فيديو جديد تصميم مع منجز، لسه الصورة. مكملين مع اليوم. وهيفضل مكمل بقى الكلام جوه الفيديو لحد ما انت تقول له هكتب كلمة. طب هكتب كلمة، الولاعة دي هي هنقول اليوم، يوم الذهب، هنسميه يوم الذهب مع منجز. يوم الذهب مع منجز، تمام. طيب ايه رأيك لو عملناه باللون الأحمر كده، الذهبي. وشدينا ويلا ستروك كده كمان شوية، نشوف شيله حطه كده في المكان ده، أو حطه في المكان ده. بقى ايه اللي انا محضره لك. هتعمل ايه؟ هتتفرج من غير ما تدوس لايك؟ يلا ادينا اللايك الجامد وقول بسم الله ما شاء الله طيب على يتهيألي فوق الجمدان هيبقى بقى أحسن، عشان والشياكه خاطر بقية والحلاوه اللي الفيديو جايه من تحت اليابان. مستغل حته بشكل بسكوته أكبر، في لكن منتهى إيه، الروعه. انا عارف فوق وشايف هيبقى الخناقه اللي بتحصل بمسافة دي. كويسة جدا البسكوته مع البيضاويه دي يا اللون. طيب جماعه خدوا بالكم، يوم ولعت الذهب الخاصه مع بقالها منجز، اسبوعين، وهنكتب وتقريبا مش ناوي افرط فيها لاني ما التالي. شفتش حاجه بالجمال والشياكه والاناقه. بعد ما ضغطنا التالي، طبعا في حاجات كتير ممكن تعملها في تفاصيل الفيديو، يعني مش شرط ان انت تعمل دي، ممكن في فيديو تاني هوريك تعمل ايه. احنا طولنا في حاجة، في الفيديوهات التانية مش هنطول في الحاجات دي، هي في حاجات هنختصرها وهنعرف مع بعض. مش كل الحاجات نعملها، مش كل الحاجات نسيبها، في حاجات ممكن تكون مطلوبة ان انت تعملها وتأكد ان هي اتعملت بشكل سليم. حالا هو بيجاري المعالجة، وبعد ما عمل المعالجة كده بيديني كمان
الفيديو على هيئة صور. طب ايه رأيك بقى انا اختار انهي صورة للولاعة؟ انا كل ما بتحرك كده بيجيب لي صور. انا عايز ابين الولاعة بالشكل الذهبي التحفة ده، فانا همسكها بالشكل دوت وهتبقى واضحة عندي بالشكل ده. يوم الذهب مع منجز، وهكتب اهو 10,000 مشترك مستنيين الجديد، مستنيين الجديد. النهاردة يوم الذهب، عشان وصلنا 10,000 مشترك، 10,000 مشترك. وما ننساش بقى نكتب الواتساب بتاعنا. مفيش مشكلة إن احنا نحط الترند. كلام جميل جدا كده. تحديد الكل هنقول له نسخ، وهتروح على علني، هتخليه علني أو تخليه في مستوى عرض، مفيش أي مشكلة. وهنا هتقول له إيه؟ تحميل، معلش، إضافة فيديو ذا صلة. ممكن تختار فيديو من فيديوهات ذات الصلة كده وتقول له إيه؟ تحميل الفيديو. طيب اتجمعوا هنا لحل كده مشكلة أول إهدار واحد الأكل في عملناه. مطاعم الأوبن تعال بوفيه. نروح لتاني واحد ونشوف احنا ايه اللي هنعمله، ايه اللي هنختصره. احنا رفعنا أول حاجة دي، يلا تاني حاجة هنرفع دي. اهلا وسهلا بيكم في فيديو هنقول له جديد مع التحويل على منجز طول من بقى، غير مش هقعد مقدمات كده. أقصقص منه وأشيل منه حتة في الآخر عشان ضيعنا وقت كتير في المرة اللي فاتت. هيبتدي المعالجة، وبعد كده بعد ما يعمل المعالجة هنروح على طول لإيه؟ ها؟ إن إحنا نصمم الثامب. الناس اللي بتسأل يعني إيه ثامب؟ الثامب يعني الصورة المصغرة للكفر بتاع الفيديو اللي إحنا بنشوفه، دي بيكون اسمها ثامب. ودي يعني من ضمن المصطلحات لازم تبقى عارفها كده واحنا بنتعامل، عشان خاطر ما نقعدش نقول الصورة المصغرة للفيديو والكلام دوت. يعني ايه؟ اعرف المصطلحات بتاعت الشغل تبقى شغال بيها معانا. معلش اسف لو الدوشه، لان انا قاعد في البلكونه بصور لكم الفيديو ده في وقت كده البريك اهلا بتاعي. وسهلا بيكم في فيديو يلا نشوف جديد كده. مع منجز من غير مقدمات كده. انا جاي النص تمام. يوم الذهب مع منجز، يوم الذهب مع منجز. عندك اي افكار بقى هنا تقدر تنفذها وتقدر تبدأ جاي بيها؟ لكم تعالى هقول النهارده لك النهارده عشان هعمل اعرفكم ايه من ضمن الحاجات اليوم الابداعيه. الذهبي زي اليوم مش ابداعيه ولا بتاع، بس ضيعنا وقت في حته، المره دي هنضيع الذهبي وقت كده في اللي حته انت بتاخده تانية. ان النهارده. انا اليوم هبتدي الذهبي ازود للولاعات بقى اللي ايه في كلها شويه حاجات. يعني عندي هنا ممكن احط في الايموجي شويه لايكات كده، تمام، وكم. باللون الذهبي. نقول تعالى بسم كده الله ما شاء كمان الله ممكن ونتفرج مع نعمل بعض على شياكة السويسري وأناقته. شويه مبدئيا أي مثلا هنا. خلي اللون ده تعديل، غير الخلفيه بتاعته، خليه اسود ابيض. حلو. خلينا من غير خلفيه خالص. خلاص خليه ابيض زي ما هو. حد يشوف الولاعة دي هيعرف خد على بالك طول بقى في حاجه هنا مهمه. إن انت هي عندك الكلام بيبان دانهيل، على لأن الصورة في مفيش حتة من غير. تصميم لولاعة ودي تانية بنفس حاجات الشكل ده ممكن تضايق غير دانهيل، ودي حاجة المشاهد. مميزة جدا هتضغط لو أنت على متعرفش. التالي، تعال أقول لك والمرة الجاية بعرفك ممكن نضيع وقتنا في الفيديو في ايه. هنا يعمل له جري معالجة عشان يطلع لي الصور اللي جوه الفيديو. وفي تركات بتتعمل في موضوع الصورة اللي جوه الفيديو. في ناس بتبقى عاملة صورة مصمماها من الأول وبتحطها في آخر الفيديو كده عشان خاطر ينفع إن هو يستخدمها، بيحطها بس في ثانية واحدة خاطفة كده عشان خاطر ينفع إن هو يستخدمها. ودي حاجة هنتعلمها بعد كده كاستراتيجية بعدين، مش وقت دلوقتي إن إحنا إيه نضايق على نفسنا أكتر. إحنا عايزين نتعلم بشكل أسرع. ورجاء اسمعوا بقى كلام ميس منال وميس بسمة في موضوع تسريع الشغل يا جماعة. مش عايزكم تأثروا رقبتي يعني. المفروض الفريق بتاعي مش عايزكم تأثروا رقبتي. كده تاني واحدة معانا اهي. وهنكتب نفس الكلام في التانية. وهنروح بقى، لأن احنا بدل ما نعملها علني هنختار النهاردة عادي، بس كمان على الساعة 8 مساء حسنا. خلاص. وهنقول له كده ايه؟
ان انا هعمل بس فيديو ذا صلة، واختار الفيديو ذا صلة مثلا اللي هو برضو نفس الفيديو ده، تحميل الفيديو. يلا نروح مع بعض. فطلعوا بتطبيق تو جود تو دي جو. تالت واحدة هنعملها مع بعض دلوقتي، احنا هنعمل 4. انا دلوقتي تالت واحدة هعملها معاكم هي الولاعة دي. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. انا وبرضو عايزك هنا تاخد هدوس التالي. بص كده ما جابوليش ان هو فيديو شورت كات، تمام، او شورت، اسف مش شورت كات، ما جابوليش ان هو فيديو شورت، تمام. فانا دلوقتي ممكن اعمل حاجتين، انا ممكن اخليه فيديو شورت، وممكن اخليه فيديو. دي الصور اللي كانت عندنا كلها على الواتساب، الصور دي هتبقى مفيدة جدا. هنروح كده لصور هنا على بوستر شوب، نختار بوستر شوب جوه، ينفع لأ، يبقى جوه بيكتشر، بوستر شوب، تمام. ممكن اختار لها الشكل. فين الشكل؟ مش عندي الشكل ده. خسارة، خسارة يا مليون خسارة. طيب مش مشكلة، ولو مشكلة حلها مش مشكلة. ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. ايه المشكلة؟ نرجع لدي سي ام كده. صدقتكم انا بالمشكلة صح؟ الصور في الكاميرا. هذا الأسبوع. ماشي، خلينا ناخد الصورة دي ونكبرها كده. خلاص. تمام، وهكتب عليها نفس الكلام هنا، وهكتب عليها في الوصف نفس الوصف هنا، وهروح هنا هقول له كمان إضافة لقائمة تشغيل كوليكشن من الألعاب التحفة. وهاجي كمان هنا هقول له محتوى العرض، هنخلي النشر النهاردة الساعة 10 مساء مثلا. خدوا بالكم كل حد بينشر ليه ميعاد معين للنشر، هو اللي يلتزم بيه، مش أي حاجة تانية. كده نضغط على تحميل، وأروح معاكم لرابع تجربة من التجارب، والتجربة دي هي للولاعة الديبو. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. بالشكل ده احنا زودنا الشعلة وتقدر ترجع المشقبية مكانها. الولاعة شغالة وبكفاءة تامة ومفيش فيها أي مشكلة. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع أهلا وسهلا بكم في فيديو هنا كده جديد بعرضك مع برضه منجز. ازاي تقص جزء من الفيديو لو انت عايز تقص جزء من الفيديو. وهنا هنروح مع بعض للفيديو بتاعنا عشان نعمل ايه؟ قلنا نعمل سب نيل، تمام. ركز جدا في المصطلحات. ايوه، أهلا وسهلا بكم. امسك ولاعة في العالم.
اكيد. هي نقطتين كده فيديو ونعمل جديد ضغط. مع منجز زي ما داخل احنا الجواب على شايفين كده. العلبة بتتكلم هعمل حاجة وهكتب اهو دوبونت. مفيش مشكلة لو انا مش عارف السبيلنج المظبوط، ان انا اروح اهو. انا بتلخبط بصراحة ما بين البي التقيلة والبي الخفيفة. ايوه، دي يو اي او ان تي ايفنت لايت. بس كده. شايف الاس دي بوند دي كده زي ما هي مكتوبة، عايزين ناخدها بنفس الشكل. هضغط عليها واقول له انا عايز الكلمة دي. انا كل ده عايزه منك اولا، ماشي انا اقبل. قبلت. هات لي بقى ايه. ايه رايك بقى ان انا حبيت في دماغي وهجيبها؟ انا هجيبها. في لقطة عجبتني، بس المشكلة ان ما ينفعش احط صور جوه الكلام ده جوه الشورت. فمش هعرف اعمل اللقطة دي. هنروح ان احنا نعمل اللقطة دي. ندخل بس نسافر. لازم ناخد الكلمة دي زي ما مكتوبة بنفس الشكل ده. طبعاً. مش عايز يترجم عربي. تعالى نروح بقى كده، خدناها خلاص. عن نفس تعديل. دي الكل. دي ما خدناهاش برضو. اس دي بو باريس، يعني هنشوف تمام كده. تمام. خدت الكلمة يابا. خدت الكلمة اللي كانت مضايقاني. ناقصها هنا دوت. تمام. ونكتب بقى ايه. نغير اللون. ايه رأيك خليه باللون الأسود. تمام. النهارده ولا اعمل اس دي بو. عايز بقى اقوى لايك. بسم الله ما شاء الله، والجمال كله. وصل معانا مع ولاعة اس دي بو حالة يا جماعة خارجية جديدة، زيرو موديل جديد من موديلات سنة 23. بصراحة ستايل وتصميم في قمة الشياكة. وانا عايزك بقى تسمع الرنة عشان تقول لي ايه رأيك. حتة كده، حتى الرنة بتاعتها في المظبوط قوي قوي قوي. والولاعة من ولاعات ديبو ستايل 2 مسمار. المسمار الاولاني مسمار الملو بيكون تحت
المسمار ده، والمسمار التاني لزياده الشعله وتقليلها. طب تعالوا نجرب مع بعض، يلا زياده الشعله كده بالشكل ده. احنا زودنا الشعله، تقدر ترجع المشقبيه مكانها. الولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب، اعرف طبعا انا مشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. ده السلام. التالي من هنا هنبتدي عرفنا بنضيع وقتنا في ايه كده، ان احنا نجيب حاجة كده تكون شكلها مظبوط. وده كان رابع فيديو، عارف ان انا ضيعت وقتكم، بس اتمنى ان انا اكون عرفت ان انا اضيف لكم معلومة جديدة. في نهاية الفيديو احنا هنشوف دلوقتي اخر حاجة نعملها للولاعة الديبو. كانت اخر صورة كانت عجباني جدا. هنكتب بقى هنا شوية حاجات غير بقى اللي احنا كنا عاملينها. فهنكتب اهو ديبو لايتر ميدين فرانس، ولاعة ديبو جديدة زيرو، جديدة بعلبتها. وهنروح على طول على الهاشتاجات بتاعتنا، وهنكتب هاشتاج 011، الهاشتاج بتاع واتساب، والهاشتاج بتاع كمان اس دي بو اهو. بعد كده كمان الهاشتاج بتاع الرقم 010. وكده عملنا 100 حرف تحديد الكل، نشر. تمام. هنا كده هنروح على فيديوهات ذات صلة، وهنحطه مع الفيديو ده. هنضغط على تحميل الفيديو، ومش هنعمله علني، هنعمله مدرج في ميعاد الساعة مثلا 12 صباحا، بس خليها لي يوم 19 عشان يظهر النهاردة الساعة 12 كده. وكده هيبقى ضبط ميعاد تحميل الفيديو. عرفنا كده ازاي تو جود بنرفع تو جو الشورتس. اللي كده وصل 100 كان مليون كل حاجة مستخدم معانا في تقريبا، الفيديو، تطبيق واشوفكم في فيديو بتطلب جديد. عليه من ده اي مطعم قريب سلام. منك شنطة مفاجأة.